شايفين الستارة وحلاوتها؟ ستارة بليسيه زي السلك البليسيه كده. يعني الستارة جبناها للآخر كده علشان الإزاز معانا عاكس. طبعا عارفين فكرة الإزاز العاكس متكلمين فيها قبل كده. إن إحنا دلوقتي بالليل فاللي بره هيكون شايفنا لو إحنا مش عاملين الستارة. تمام؟ لكن الوضع دلوقتي إحنا عزلنا الدنيا، إحنا دلوقتي مسطورين كل السقف والشكل كمان من الداخل جميل زي ما حضراتكم شايفين، إزاز عاكس مع جورجيه مع القطاع الحديث ده المتميز قطاع مكسي. حاجه متميزه وعظمه كده. شايفين المساحه كبيره ازاي ولكن صباع صغيره حاجه بتجري معانا. مفيش اي مشكله فيها. تمام، تحس ان انت ماشي كده على حاجه جميله كده. قطاع محمل وقطاع جميل باغلاق متميز. هنا نقدر نفتح وضع ده الستاره معانا. كده احنا عرفنا فكره الستاره اللي هي طالعه من هنا رايحه على هناك مع السلك بقى الشكل هيبقى ازاي؟ لو انا عايز ادخل التهويه بس بالنهار تمام بدخل التهويه دي، سواء النص ده يكون مدخل معاه. الشكل من بره طبعا زي ما انتم شايفين. تمام، انا ربطنا كده. طبعا اهم حاجه بالنسبه للسلك البليسيه او الستاره ان انا قبل ما اقفل غرفتي اكون قافل السلك نفسه علشان عوامل التعريه ما تاثرش فيه، ان كان الندى، ان كان الشتاء، ان كانت الشمس، ان كان الكلام ده كله. تمام؟ شباك، بلكونه كبير، باب، بلكونه عظيم. يستخدم كقطاع في الشباك او يستخدم في الباب زي ما حضراتكم شايفين. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، كل الجديد والمتميز هتلاقوه دايما على قناه رامي سليمان. بحبكم في الله.